افضل 5 زعماء مافيا اتقدموا في السينما من وجهة نظري. رقم 5 هو ليفتي من فيلم دوني براسكو. I cook for you. Yeah? If ever I had any money, I'd give you. I never had any money, but if ever I had $100 in my pocket, I gave you 50, right? Yeah, you did. If you're a rat, if you're a rat, then I'm the biggest fucking mutt in the history of the mafia. الفيلم دوت من اخراج مايك نويل. كل اللي اعرفه عن المخرج دوت ان هو مخرج فيلم هاري بوتر جوبلت اوف فاير. ليفت ما كانش زعيم مافيا بالشكل المتعارف عليه، ما كانش هو الشخص اللي على الكرسي اللي بيدي الاوامر، هو كان بيشتغل على الارض اكتر من اي حاجه تانية، كان هو الجندي اللي بينفذ الاوامر. لكن في قلب الفيلم لو انت اتفرجت على الفيلم هتلاقي هو اللي بياخد معظم الحاجات ديت، وكان الزعماء بتوعه هم اللي كانوا بياخدوا الكريدت، وكان دايما حاسس ان هو متجنب من حته الزعامه. كان واخد دوني براسكو زي ابن ليه، هو ده الابن اللي كان نفسي ابني يبقى عامل زيه. في الفيلم ما كانش ملاد بطموحات والده، دي كانت الغلطه الوحيده بس اللي عنده. اما هو كقرارات وكذكاء كان عنده، بس نقطه ضعفه كانت حته ان هو حاسس ان هو اقل الناس التانية وما كانش بياخد الكريدت على اللي هو بيعمله. رقم 4 الكابون فيلم ذا انتشبل. I'm going out there for myself. But I get nowhere unless the team wins. Team. Oh, Jesus Christ. كان من تمثيل روبرت دينيرو. الفيلم دوت من اخراج براين دي بالما اللي هو مخرج سكارفيس ومخرج من المخرجين التقال جدا في العالم كله يعني. مخرج برضو كارليتوز واي وميشن امبوسيبل. الكابون بقى في الحاله دي كان هو صاحب القرار، كان هو اللي ممشي الدنيا كلها. كنت تشوف فيه قد ايه هو بابليك فيجر، وقد ايه هو بيظهر قدام الناس بالوش الخير والطيب والوش الجميل في نفس الوقت. تلاقيه داخل في الحته الضلمه بتاعته، وبتشوف قد ايه هو انسان مرعب، وقد ايه هو ممشي حرفيا البلد كلها تحت حسابه، وبما فيهم الشرطه لامم البلد كلها في جيبه حرفيا. هو طبعا بسبب الامبراطوريه اللي هو عملها، بسبب الخمور، عشان بيع الخمور كان في امريكا الفتره دي كان غير مصرح بيه. تفكر في قد ايه كل القوه دي تبقى متمثله في شخص واحد بس، كان الكابون، وكان شخص تخاف منه. المرتبة الثالثة كان كاستيلو من فيلم ذا ديبارتد. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. Today, what I'm saying is this. When you're facing a loaded gun, what's the difference? هنا ما كانش زعيم مافيا ايطاليه زي باقي زعماء المافيا المتعارف عليهم. كاستيلو كان زعيم مافيا ايرلندي. طبعا الفيلم دوت من اخراج مارتن سكورسيزي، المخرج اللي مسيطر على حته المافيا دي كلها، عمل فيها كل حاجه ممكن تتخيلها، كل انواع المافيا اللي ممكن تتخيلها، وعمل كل انواع افلام العصابات حد ممكن يفكر فيه. مخرج عظيم ومن اهم المخرجين جم في التاريخ. كاستيلو اللي كان بيلعب دوره في الفيلم دوت ذا ديبارتد هو جاك نيكلسون، برضو واحد من اهم الممثلين اللي جم في التاريخ. جاك نيكلسون هنا كان بيقدم الشخص اللي هو زعيم مافيا، وهو اللي بياخد القرار، وهو قاعد على الكرسي، بس في نفس الوقت كان بيشتغل بايده، وكان بينزل، وكان نوع مختلف تماما من المافيا. والمافيا وعرفت في الفيلم قد ايه متغلغل، وكان مسيطر على حاجات كتير جدا، لدرجه اللي هو واحد من اللي هو متبنيهم ان هو يدخل الشرطه عشان خاطر يبقى ليه ايد جوه الشرطه. اداء عظيم طبعا من جاك نيكلسون. وكان Like that. Jeez. She fell funny. وكاستيلو من اقوى الشخصيات اللي اتقدمت في حته المافيا وحته العصابات. في المرتبه الثانيه راسل بافلينو من فيلم ذا ايرش مان. طبعا But it's gonna happen. Either way, he's going.
برضو من اخراج مارتن سكورسيزي، عشان احنا عارفين مارتن سكورسيزي هو اللي مسيطر على الحته بتاعه المافيا دي عموما. وراسل بوفالينو هنا كان شخصيه مرعبه، طبعا كان من تمثيل جو بيشي. انت جاي مع جو بيشي بعد مسيره طويله جدا من تأدية دور العصبي، تأدية دور الشخص اللي بيشتغل في المافيا، اللي بيشتغل على الارض، اللي دايما هو اللي بياخد القرار من الشخص الكبير او من المافيا بوس، وانا اللي بنفذ بايدي القرار ده. تقدر تشوف التطور اللي ممكن واحد زي جو بيشي وهو صغير هيكبر ويبقى هو الزعيم في وقت من الاوقات، هيبقى عامل ازاي، هيبقى مرعب ازاي. مجرد نظرة عينه بيدي القرار وانت بتخاف بس من نظرته. هو مش محتاج يتكلم ومش محتاج يزعق، او وانت في الفيلم حرفيا هو ما زعقش ولا مرة. يعني راسل بوفالينو في الفيلم ما زعقش، ما قتلش حد، انت ما شفتوش متعصب، ما شفتوش ادى قرار حتى قال موت دوت ولا اعمل ده، ما عملش اي حاجه. في نفس الوقت انت مرعوب منه، انت خايف، انت حاسس ان كل مره بيبص فيها لحد ممكن يموت في اي وقت. كان يستاهل اللي هو يبقى في المرتبه الثانيه. لما نروح للمرتبه الاولى لازم نحط اونبر منشن، نحطه في الليسته، وهو بول سيزرو من فيلم جود فيلس. I don't want any more of that shit. What shit? What are you talking about? Just stay away from the garbage, you know what I mean? What, Paulie? I'm not talking about what you did inside. You did what you had to do. I'm talking about now. From now, here and now. Paulie, why would I want to get into that? Don't make a jerk out of me. Just don't do it. Just don't do it. هو ما ظهرش كتير في الفيلم. تيجي تقول لي مين بول سيزرو اللي في جود فيلس دوت؟ ما كانش طالع من ضمن اللي على البوستر؟ هقول لك ما كانش على الثلاثه اللي على البوستر، بس دوره كان هو اللي ممشي الاحداث. هو كانش زعيم المافيا بالشكل اللي متعارف عليه، ما كانش الراجل اللي يرعب، ما كانش الشخص اللي عمال يدي الاوامر بشكل يبين لك اللي هو شخص وحش. مش عارف، انا بحس ان بول سيزرو في الفيلم، والممثل بتاعه اسمه بول برضو تقريبا، ده كان كسل من الكاتب او حاجه. طبعا الفيلم من اخراج مارتن سكورسيزي برضو. جود فيلس من احسن الافلام في تاريخ مارتن سكورسيزي. وبول سيزرو هنا كان بيقدم شخصيه الاب اكتر، كان واخد فيجر الاب اكتر من اي حاجه تانية. هو كان بيخاف على هنري، هو ريليوت اصلا كان بيخاف عليه زي ابنه فعلا، كان مش عايزه يتورط المشاكل الكتير اللي كان بيحطه فيها جيمي اللي هو كان قايم بدوره روبرت دينيرو. انا الزعيم بتاع المافيا، بس في نفس الوقت انا عايز احافظ عليكم وانا عايزكم تبقوا كويسين، هنجيب الفلوس بس مش محتاجين نبقى ايدينا وسخ قوي. هو انت تحسه كان اب اكتر منه، فهو زعيم مافيا بس كان حسيته انسان كويس. ده كان في المرتبه الاونبل منشن او في المرتبه الشرفيه معانا. طبعا في المركز الاول مش محتاجين نتكلم كتير ومش محتاجين نقعد السسبنس، معروف مين في المرتبه الاولى. فيتو كورليوني من تمثيل مارلون براندو في فيلم ذا جاد فازر. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. الجزء الاولاني والجزء الثاني انا مش هقدر افصل دون فيتي كورليوني هنا من الجزئين، عشان خاطر انا بحس ان الشخصيه من كتر ما مكتوبه حلو، الكاتب خلى الممثلين كانهم بقى شخص واحد. انت بتيجي تشوف روبرت دينيرو في الجزء الثاني وهو بيقدم بدايات فيتي كورليوني وازاي شخصيته اتبنت وازاي هو بدأ. تشوف في الجزء الاولاني الدون وهو وصل لقمه عظمته او خلاص انا بقيت التوب. بتشوف ازاي التطور ده حصل. هما فعلا شخصيه واحده، ما تقدرش تفصل الشخصيتين عن بعض. كتر ما الكتابه كانت حلوه ومن كتر ما الممثلين قدروا يأدوا الدور دوت حلو. Ehi Vito, ma tu sei sicuro che Ido dice di sì? Non ti scaldare. I'm making an offer you don't refuse. Don't worry. روبرت دينيرو ومارلون براندو بحسهم كأنهم بقوا شخص واحد. وطبعا الفيلم اخراج فرانسيس فورد كوبلا، واحد برضو من اعظم المخرجين. فبجد كورليوني بالنسبه لي هو الكريزه اللي محطوطه على الطور. شفت كل حاجه، كل الشخصيات اللي فاتت دي انت دخلت لهم في مرحله معينه في حياتهم وشفتهم وهم ناس عظيمه، او وانا دلوقتي على السلطه والموضوع منتهي. مع فيتو كورليوني انت بدات معاه وهو لسه عيل في سيسيلي لحد ما بقى فيتو كورليوني ولحد ما مات. انت عشت حياته كلها كامله، حياه تستاهل تتعايش. برضو في حته اللي هو بيخوف، في حته اللي هو اب، وفي اللي هو حافظ على عيله، وفي ان هو ما دخلش المجال دوت بقصد ان هو يبقى
انسان سيء، في نفس الوقت هو ما كانش انسان سيء، كان بيعمل حاجات بس لو فكرت فيها تحس اللي هو مزاش حد. حتى لما جاله فرصه في الجزء الاولاني، لما جاله فرصه اللي هو يدخل في المخدرات وكده، هو كان رافض تام، وده سبب اصلا اللي خلاه يموت. فيتو كورليوني بالنسبه لي هو الشخصيه المتكامله اللي ظهرت في السينما عموما. اصلا لو اتكلم في السينما كسينما، اكتر شخصيه متكامله في الكتابه هو دون فيتو كورليوني. في الجزء الاولاني لما كان عز مجده لحد ما وقع، في النص وفي الجزء الثاني لما كان جايب لنا بدايته، ان هي بالنسبه لي من اعظم الافلام، هو اعظم فيلم اتعمل في التاريخ تقريبا، هو جاد فازر بارت 2. قدم لك ازاي فيتو كورليوني بدا وازاي يوصل للي انت شفته في الجزء الاول. طبعا فيتو كورليوني لازم يبقى في المرتبه الاولى. وانا اعتقد لو احنا جينا في الشخصيات عموما بشكل عام ايا كان، اللي هو شخصيه في التاريخ او اعظم شخصيه اتكتبت، انا في وجهه نظري دون فيتو كورليوني هو اعظم شخصيه تم كتابتها في تاريخ السينما. نقطه.